السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايه لكم بقى بفيديو جديد، ويلا بقى كده نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. معايا بقى كده كيلو جبنة قريش. الجبنة قريش لسه جاية طازة. طبعا الجبنة القريش جبنة طبيعية وكلها كالسيوم ومغذية جدا، وفي كتير بقى مننا مش بيحبها ولا بيحب طعمها. هنعملها بقى مع بعض بأفكار جميلة جدا وبأطعمة كلنا ان شاء الله هنحبها وهناكلها بقى على طول. معايا بقى كده كيلو جبنة قريش. بدأت ان انا بقى كده احطه في الكبة واخليه قطع صغيرة كده بالشكل ده، وهضيف على كيلو الجبنة ده كوباية من الحليب. وطبعا لو احتاجنا نزود حليب تاني هنزود. هنبدأ بقى كده نضربها لحد ما نوصل لقوام كده كريمي ناعم. هيبقى كده القوام اللي احنا عاوزينه. تابعوا بقى معايا كده لحد ما نشوف القوام اللي احنا عاوزين نوصله هيكون عامل ازاي. اهم حاجة بقى في الوصفة بتاعتنا يا حلوين ان الجبنة تكون طازة، ما نكونش سيبناها مثلا فترة في التلاجة او حاجة، لان كده هتخلي طعم الجبنة معانا مش حلو. وبرضو ما يكونش لونها اتغير او حاجة، تكون لونها ابيض كده وطازة نستخدمها على طول. ان شاء الله هتحبوها. هنا بقى بصيت كده على الجبنة لقيتها محتاجة لسه حليب، حطيت لها كمان ربع كوباية من الحليب. وضربتها بقى شوية حلوين كده لحد ما وصلنا للقوام الجميل ده. بعد ما وصلنا بقى للقوام الناعم ده هنبدأ كده نديلها تقليبة عشان نتأكد كده ان الجبنة اتضربت معانا كويس بالشكل ده كده يا حلوين. شايفين بقى قوامها ناعم وجميل ازاي؟ ده بقى الشكل القوام اللي احنا عاوزينه. هنبدأ بقى كده نحط الكبة تاني. طبعا بقى ممكن نستخدم الخلاط بدل الكبة. هنبدأ بقى كده نضرب بقى تاني في الجبنة. هنشغل عليها كده تاني. ومعايا بقى نص كوباية من زيت الزيتون. هضيف ربع وشوية وهضيف الربع التاني. وهسيب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف. كده بقى ما عدناش هنحتاج حليب خلاص. اللي وصل بقى معايا لحد هنا ما تنسوش تضغطوا اللايك يا حلوين. هبدأ بقى اضيف كمان بقية الزيت الزيتون باقي الكمية. ضفنا بقى كمية الزيت الزيتون كلها، هنضربها بقى حوالي 5 دقايق كده. وهتبقى معانا جاهزة خلاص وقوامها كريمي وجميلة. قربت لكم بقى من الكاميرا كده، قربت الكاميرا عشان تشوفوا قوامها جميل وناعم ازاي. بالشكل ده كده يا حلوين. بقى معانا كده جبنة كريمي. يلا بقى نشوف هنعملها ازاي وبأطعمة ايه. شايفين بقى البولات القمر دي انا جايباها جديد. البولة بقى فيها 4 علب بالشكل ده كده. شكلها كيوت وجميلة جدا. هنعمل بقى فيها الجبنة مع بعض. بس طبعا بقى قبل ما استخدمها غسلتها كويس. طبعا اي حاجة بنشتريها طبعا لازم نغسلها الاول كويس قبل ما نستخدمها. هنفضي بقى كده الجبنة بتاعتنا في كل بولة شوية عشان هنعملها بكذا طعم مع بعض. بالشكل ده كده يا حلوين. جبت بقى هنا كده بولتين صغيرين وقسمت الجبنة من البولة الكبيرة على البولتين الصغيرين دول علشان يبقى معانا بقى كذا طعم. جبنا بقى كده ده زعتر محوج بيجي من عند العطار، وجبت برضو حبة البركة، ومعانا جبنة رومي مبشورة ناعم بشرتها على المبشرة. ومعانا كمان زيتون بشرته برضو ناعم. هنا بقى بوريكم برضو ان الجبنة تقلت بعدها بشوية بتتقل وبيبقى قوامها جميل. هنبدأ بقى كده نعمل جبنة بأول طعم معانا وهي الجبنة الرومي. هنضيف بقى الجبنة الرومي كده بالشكل ده ونقلب بقى كويس. وبكده بقى نكون عملنا جبنة كريمي بطعم الجبنة الرومي. شكلها جميل وطعمها جميل جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. تاني طعم بقى هنعمله مع بعض وهي جبنة بطعم الزيتون. ضفت بقى الزيتون كده بشراه زيتون اخضر وزيتون اسود وبشرتهم كويس، وبعدين بقى حطيتهم كده على الجبنة وبقلب بقى.
وكده بقى معانا جبنة بطعم الزيتون، وزينتها بقى كده بالزيتون الشرايح بالشكل ده يا حلوين. هنا بقى هسيب كده جبنة كريمي، هسيبها سادة كده زي ما هي بزيت الزيتون بس. طب لو احنا بقى عاملين دايت هناكل الجبنة دي ازاي؟ هنجيب الجبنة القريش عادي ونحطها في الكبة، وهنستخدم حليب خالي من الدسم، ومش هنستخدم بقى اي زيوت خالص. هيبقى الجبنة قريش وحليب خالي من الدسم. وكده بقى معانا جبنة كريمي للدايت. هنا بقى ضفت حبة البركة كده على الجبنة برضو، وقلبتها كويس بالشكل ده كده. صلوا بقى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسوش اللايك يا حلوين. وكده معانا جبنة بحبة البركة، ودي بيكون طعمها جميل جدا. هنجيب بقى الزعتر المحوج وهنبدأ برضو نضيفه للجبنة، وهنقلب برضو كويس. كده بقى خلصنا الجبنة بتاعتنا يا حلوين. عملنا بقى جبنة كريمي بطعم الجبنة الرومي والزيتون وحبة البركة والزعتر، وجبنة بطعم زيت الزيتون بس، يعني جبنة كريمي سادة. وبكده بقى نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة يا حلوين، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد.